بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسئلة الشهيرة اللي بتجيلنا في العيادة، مين المرضى من مرضى القلب اللي ما ينفعش يصوموا في رمضان؟ مهم جدا نبقى عارفين ان المريض اللي كان جايله احتشاء بالقلب او جلطه قلبيه ودخل عملنا قسطره ودعامات ما ينفعش النهارده يصوم ولا حديثا، يعني لازم يعدي عليه على الاقل 6 شهور عشان يقدر يصوم الشهر الفضيل. في نوع تاني من المرضى اللي هم برضو ركبوا دعامات ولكن كانوا جايين عن طريق الم في الصدر وبيزيد، واحنا عملنا لهم بعض الفحوصات وقلنا انت محتاج في تضيق ومحتاج اعمل دعامه. في الحاله دي نقدر ان احنا بعد شهر أو 2 بالكتير يقدر يصوم. نوع ثالث من المرضى عضلة القلب. الناس اللي عندها هبوط في عضلة القلب وضعف في عضلة القلب لازم نبقى فاهمين ده بيتعرض وبياخد مدرات للبول فترات طويلة، ما ينفعش إن أنا أقول له روح صوم، وخصوصاً الناس اللي بيتكرر حجزها في الرعاية المركزة فترات كبيرة خصوصاً مثلاً في ال6 شهور السابقة. فالمريض اللي بيتردد على المستشفى ومش معمول له كنترول كويس في العلاج ما ينفعش إن أنا النهاردة أقول له صوم، ولكن لو الحالة فيها تكافؤ نقدر نصوم بخير وسلام. وكل سنة وانتم طيبين، وانتظرونا في مواضيع تانية جديدة مع كلينيدو.